السلام عليكم. موجز أخبار المحترفين المغاربة في العالم. العناوين: نادي نابولي الإيطالي يدخل سباق الظفر بعز الدين أوناحي. زكريا بوخلال يدخل القفص الذهبي. ارتفاع القيمة السوقية للاعبين المغاربة بعد المونديال. نادي إشبيليا الإسباني يبحث عن بديل بونو. في التفاصيل: نادي نابولي الإيطالي يتصدر المرشحين للتوقيع مع عز الدين أوناحي هذا الشتاء، متقدما على انتر ميلان وليستر سيتي. المغربي أعطى الأولوية للعب في الدوري الإيطالي. زكريا أبو خلال بعد المونديال والتحاقه بهولندا يدخل القفص الذهبي. القيمة السوقية للاعبين المغاربة ترتفع بشكل مهول. رابط أفضل المستفيدين بعد أن كان 10 مليون يورو أصبح 25 مليون يورو. وإليكم بعض اللاعبين الآخرين وقيمتهم السوقية. فريق إشبيليا الإسباني في مفاوضات مع لويس ماكسيميليانو حارس مرمى فريق غرانادا لتعويض ذهاب بونو. ياسين بونو لديه بعض العروض من إنجلترا وإيطاليا، خصوصا أستون فيلا وأنتر ميلان. ما قد يفشل هذه الصفقة فقط مطالب إشبيليا الكبيرة جدا في ياسين بونو. إذن هذا ما لدينا في هذا الفيديو. أتمنى لكم نهارا سعيدا.